الفيديو ده مش اعلان، دي تجربة حقيقية لينا في لانسر 3 دي. في برينترز بيقولوا عليها اقتصادية بس مش كلهم بيقدموا تجربة متكاملة. اهلا بيكم في فيديو جديد في لانسر لاب وانبوكس جديد مكنة جديدة بالعربي. ومعانا النهارده انكيوبيك مونو 4 ومعها لوشن ديكيور 3، يعني هيبقى معاك سوليوشن كامل لكل المجالات. وفي اخر الفيديو هيكون فيه مفاجأة حلوة، خليك متابع وما تنساش طبعا سبسكرايب ولايك. في الفيديو ده هنفتح البوكس مع بعض بسرعة ونتكلم عن البرينتر بشكل مفصل وهنقول العيوب والمميزات. البرينتر دي تم اصدارها في 2024 لكن كانت متأخرة في الاصدار شوية، وطبعا كلنا عارفين المونو 2، واللي مش عارفها برضه هي برينتر حققت نجاح كويس ومبيعات كويسة بسبب السعر الاقتصادي بتاعها، وان هي الانتري ليفل يعتبر يعني، اللي كانت طبعا بتيجي بشاشة 4K وبمساحة 6.6 انش، وكانت طبعا بتدي كواليتي كويسة جدا. ودي بقى الأخت الكبيرة ليها انكيوبيك مونو 4 بنفس مساحة الطباعة والأبعاد تقريبا، بس بتيجي بجودة 10K ودي أعلى مرتين ونص، اللي جودة الطباعة بتاعتها بتوصل ل 17 مايكرون، ودي طبعا بالنسبة للبرينتر بالسعر ده حاجة كويسة جدا. تعالوا مع بعض نفتح البوكس ونشوف جواه ايه. طبعا أول حاجة وأهم حاجة وهي البرينتر اللي هتلاقي وزنها حوالي 4 كيلو عشان ما تتفاجئش بس بالوزن الخفيف بتاعها. طبعا تاني حاجة هيبقى البيلد بليت جاي معاه متخشن ليزر زي ما احنا شايفين، اللي مساحته 15 و3 في 8.7 سم. طبعا معانا كمان واخدين بالنا ان هنا ده جاي بزاوية عشان خاطر لما ينزل في الريزن ويطلع فيبدأ يسقط من عليه من هنا، ما يبقاش معلق هنا. طبعا يفرق ايه البيلد بليت ده عن البيلد بليت بتاع الريفيو اللي فات؟ هنلاحظ المسامير اللي موجودة هنا، ودي عشان خاطر البرينتر بتبقى مانوال ليفل مش اوتو ليفلنج زي هناك، او زي ما المسمى الصحيح بتاعها اللي هو اوتو زيرو، عشان انت بتحدد الزيرو بتاع المكنه يعني. وهنشرح طبعا ده لوحديه واحنا بنشغل المكنه. تاني حاجه معانا وهو التانك او الفات. طبعا للاسف هو من البلاستيك مش من المعدن، مش عارفين هم رجعوا يعملوه بلاستيك تاني ليه، بس ممكن عشان يحلوا المشكله بتاعت ان قبل كده ظهر في التنكات المعدن ان الكوتنج اللي عليها ده بيقشر مع الوقت، فممكن ده مع الوقت ما يعملش الكلام ده. ادينا هنشوف. طبعا من المميزات الحلوه في البرينتر دي سواء المونو 4 او المونو 2 اللي كانت بتميزها جدا، فهي ان هي مريحه جدا في تغيير الفيب شيت. مش بتحتاج ان انت تفك مسامير كتير، او هتفك نفس المسامير بس مش هتعمله بالصعوبة اللي هي كانت موجودة قبل كده. انت هتفك المسامير هتلاقي ده طلع فريم لوحدي، بتروح شايله رميه حاطط الجديد مربط المسامير بتاعته، مش هتحتاج تشد وتعمل وتتأكد ان هو مظبوط ويطلع مشدود زيادة او مريح زيادة ويتعبك في الحتة دي هتبقى معاك على طول، انت هتفك وتركب والموضوع انتهى. طبعا مع ان التانك يبقى بلاستيك فهنشوف لسه التكلفة بتاعته هتبقى اقل ولا لا، فالناس بتشتري اكتر من تانك مع البرينتر، فيبقى حاطط هنا نوع ريزن معين ومع التانك اللي جنبيه نوع ريزن تاني او لون مختلف عشان ما يفضيش ويرجع يحط اللون الجديد ويطبع وبعد كده يرجع يعيد نفس العملية تاني، فيبقى حاطط في كل تانك ماتيريال معينة اللي هو شغال بيها. هنيجي بقى للبوكس بتاع التولز. طبعا جاي معاه الكت العادية اللي فيها جوانتي، وجاي معانا الادابتر، عندنا الاتنين سكرابر زي ما قلنا، دي اللي بنتعامل بيها مع البيلد بليت، وده اللي بنتعامل مع التانك عشان بنخلي بالنا من الفيب شيت للمرة التانية، المسامير بتاعة التانك والفلاشة وشوية الألانكيهات اللي هنعمل بيها المانوال ليفل. وطبعا جاي مع المكنة سكرين بروتكتور جميلة بصراحة عشان خاطر التخريم بتاعها بتبقى يعني غير السكرينات العادية، هي بتبقى على قد الشاشة بتاع المكنة بس، لا دي بتبقى مغطية الشاشة والحتة اللي جنبها كمان، فبنضمن ان الريزن صعب شوية انه يجي من تحتها وينزل على الشاشة يبوظها يعني، ده لما يتكب او يحصل اي فيلير معاك. ومعانا كمان الورقة اللي بيتعمل بيها المانيوال ليفل. خلصنا الكت ونيجي بقى للبرنت. طب والسعر الاقتصادي بتاعها ده خسرنا قصاده ايه؟ هما حاجتين يعتبروا بساطة اللي خسرناهم. اول حاجة وهي موضوع الواي فاي، ما بقاش فيه واي فاي. الحاجة التانية ايه؟ هو ان الليفلنج بدل ما كان اوتوماتيك بقى مانيوال، بس دي مش هتكون مشكلة كبيرة بالنسبة لك لان احنا مش بنعمله كل يوم. اول حاجة معانا كفر اللي بيجي شكله البسيط والشيك، بس مش بيكون ثابت على المكنة زي اي برينتر تانية عشان خفيف شويتين. طبعا اول حاجة لاحظناها معانا هنا وهي ان غيروا الجايد واي بقى SGR بدل الهايون اللي كان قبل كده. وهنا طبعا مكان ما بنركب البيلد بليت، طبعا هنلاقي في جنب المكنة هنا QR كود بتاعها بمكان USB، ومن الظهر هتلاقي زرار الباور بتاعها
المدخل بتاع الادابتور. ومن قدام هنلاقي الشاشة بس هي صغيرة شوية، عبارة عن 4 قوائم بس، واللي هي برنت وتولز وانفو وسيتنجز. طبعا ايه، هنا المكنة ما فيهاش واي فاي، فمش هتحتاج ان انت تدخل لها باسورد، او هتحتاج ان انت تعمل اوتو ليفلنج، فمحتاج ان انت تخش جوه او تعمل حاجات كتير من خلال الشاشة. انت مجرد تختار الموديل بتاعك وتعمل له برنت، او ان انت احنا بنعمل المانوال ليفلنج ان انت بتسيت 0 وخلاص كده، او بتعمل التيست بتاع الفاليديشن تيست لل LCD. اما شاشة اليو في، الشاشة بتكون 10K 7 انش، يعني اكبر من لون طوب حوالي 4/10، وجودة زي ما قلنا بتوصل ل 17 مايكرون، يعني تفوقت على المارس 5 اللي هتلاقيها في اول فيديو موجود على الشانل. تعالوا نركب المكنة ونشوف هنعمل مانوال ليفل ازاي. من مميزات طبعا البرينتر دي هي سهولة تغيير الفيب شيت زي ما قلنا، اللي بيجي فريم زي كده، انت بتفك المسامير دي وتروح مركب بالتاني ومربط المسامير بتاعتك، مفيش اريح من كده يعني. طبعا اي حاجه قلناها في الفيديو سواء مكن او قطع غيار هتلاقيها موجوده على الويب سايت بتاعنا في الديسكربشن. واخيرا وليس اخيرا هيبقى معانا باشمهندس يوسف يورينا ازاي نركب السكرين بروتكتور وازاي نعمل مانوال ليفل للبرنت. ويلا بينا على اللانسر لاب. اهلا بيكم في لانسر 3 دي لاب. هنشرح مع بعض دلوقتي ازاي نعمل ليفلنج لل 3 برينتر الريزن، والفيديو ده هيبقى على المونوفور، لكن هو ممكن ينفع معاك في معظم المكن تقريبا، او 90% من البرينترز. هي الفكره نفسها واحده للمكن اللي بيتعمل له ليفل مانوال. قبل ما بنعمل ليفل للبرينتر، اهم حاجه عندنا لازم نشوف لو احنا مركبين سكرين بروتكتور لازم نعمل بيد ليفل بعدها، لو ما عندناش سكرين بروتكتور وركبنا لازم برضو نعمل ليفل بعدها. هنشرح مع بعض دلوقتي ازاي نركب السكرين بروتكتور خطوه خطوه. هدفها ايه او لازمه السكرين بروتكتور؟ هي انها بتحمي الشاشه من الخدوش، تاني حاجه بتحمي الشاشه من الريزن لو نزل عليها او اتسرب، ده هيسبب لنا مشاكل كتيره جدا، وكان ان هو ممكن يوصلنا ان احنا نخسر الشاشه. وما تقلقش لو انت طلعت نقط هواء في السكرين هي ما بتاثرش في حاجه، لكن حاول تقللها. السكرين بتيجي معانا زي السكرينات الموبايلات، يكون عليها 1 و2. اول حاجه قبل ما نبدا بننظف الشاشه، نتاكد ان الشاشه ما فيهاش اي شوائب. بننظفها ازاي؟ بنستخدم معانا الكحول بتاعنا، طبعا ما بنضيفش كتير، ما بيأثرش في حاجه على الشاشه. بعد ما نتاكد ان احنا نظفنا الشاشه كويس بنغرق الشاشه بالكحول. تكتني السكرين، تشيل اول جزء كده بالسكرابر بتاعتنا البلاستيك مش الميتال، نمشي واحده واحده. طبعا فايده الكحول هنا علشان نقدر نفرغ الهواء الموجود. هي السكرين ما بتكونش فيها ماده بتلزق، هي بتكون زيها زي الفيب شيت كده، لكن بتلزق بتفريغ الهواء. مجرد ما الكحول ده بيطير كل الهواء ده بيختفي. اخر حاجه بقى بنشيل اللزقه رقم 2 بالراحه خالص عشان السكرين ما يطلعش معانا تاني. ودلوقتي هنشرح مع بعض ازاي نعمل ليفلنج للبرينتر. في كذا طريقه ممكن نعمل بيها ليفل، عن طريق الورقه اللي بتيجي مع البرينتر اللي هي دي، بس احنا عندنا كذا طريقه تانية. فممكن لو الورقه دي ضاعت منك او حاسس انها مش احسن حاجه، احنا عندنا طريقه تانية. اول حاجه انت بتركب التانك بتاعك عادي، اتاكدت ان التانك راكب تمام. بعد كده بتجيب الارنكي بتاعك، تركب البيلت بليت وتفك كل المسامير، علشان تخلي البيلت بليت حره بالطريقه دي، تتحرك في كل الاتجاهات. نروح للبرينتر. اول حاجه هندخل على قائمه تولز، موف زد، هنلاقي شكل كده على شكل بيت هوم، هنضغط عليه كده. ايه اللي بيحصل؟ البرينتر بتروح للنقطه الصفر بتاعتها. بعد ما وصلت للنقطه دي تثبت ايدينا كويس عشان نثبت البليت بالطريقه دي، ونبدا نربط مسمار عكس التاني. طبعا بعد ما ربطنا المسامير ما ننساش ان احنا لازم نريح المسامير بالطريقه دي قبل ما نعمل الليفل، لان لو ما حصلش كده هتنزل احتمال تكسر الشاشه. احنا دلوقتي البرينتر عند نقطه الصفر، هل هي دي النقطه الصح؟ لا، لازم يكون في لاير واحده بينها وبين الفيب شيت عشان ما تبقاش البيلد بليت ضغطه على الشاشه ومفيش مكان للريزن ينساب تحتها. هنعمل ايه؟ هندخل بنفس القائمه اللي دخلنا عليها تولز، نختار موف زد، هنختار 0.1 لفوق. طبعا مش هنحس بيها لانها 0.1 من الملي. بعد كده خلاص هنرجع نضغط زد بتساوي 0 انتر، بس كده. كده احنا عملنا ليفلنج للبرينتر، او حددنا نقطه الزيرو بتاعتها اللي بتبدا من عندها في الطباعه. كان معاكم يوسف من لانسر 3 دي لابس. نرجع بقى لباشمهندس محمد. والبارت الثاني من الفيديو هيبقى فيه ايه؟ وش عندك كورس ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ ووش اند كيور 3. تعالوا يلا مع بعض نعرف ايه هي اصلا الووش اند كيور، وهل ليها فايده ولا لا، وايه هي مميزاتها وعيوبها. هو باين من اسمها بالنسبه للووش، وهي ان هي بتغسل البارت من الريزن او بواقي الريزن اللي بتكون ماسكه في البارت. وطبعا مش هنغسل البارت بميه، هنغسله طبعا لازم بكحول ايزوبروبايل 95% التركيز بتاعه ما يقلش عن كده، عشان ناخد بارت نضيف في الاخر. ده هيوفر معانا في الكحول، عشان لو استخدمت حاجه تركيز اقل هتاخد نتيجه اقل بكحول كتير. لكن لو بنستخدم ووتر واشابل ريزن، ففي الحاله دي ممكن هنستخدم الميه بدل الكحول. اما عمليه
كيور، وهي ان احنا بنعرض الموديل ليو في لايت عشان يوصل للصلابه المطلوبه. تعالوا مع بعض نشوف البوكس جوه ايه. ودي بقى محتويات البوكس. معانا طبعا اول حاجه التانك بيبقى فيه ماجنت من تحت، هي بتبقى مروحه وفيها ماجنت من تحت باقطاب عكس اللي بتكون موجوده هنا عشان تنقل الحركه وتقلب الكحول. لان كذا حد بيسال طيب هو ازاي من غير ما التانك ده يعشق في البيز هنا، ازاي دي بتلف وده يلف، او ازاي ان انا هقلب الميه او الكحول اللي انا حاطه هنا. فهو انا بسبب ايه؟ عشان خاطر 2 مغناطيس هنا و2 هنا عكس بعض، ده يلف من تحت ده يلف معاه من فوق. طبعا بيجي معاها شبكه زي كده بتكون بلاستيك، او ساعات في ووش اند كيور تاني بتكون ستانلس، عشان في خلال عمليه التنظيف لما المروحه تلف الموديلز ما يخبطش فيها فيتكسر او يتخربش او يحصل له اي حاجه. وننوه عن حاجة بسيطة، نخلي بالنا ان لو هنحط اي موديلز ما يبقاش اصغر من الفتحات دي عشان ما يقعش منها وبالتالي يحصل اللي قلنا عليه من شوية. وما تنساش طبعا وانت شغال لازم تكون قافل تانك. ليه؟ لان الكحول بيطير. يعني الكحول العادي ال70 ممكن يكون مش بيطير، كحول ال95% يطير بسرعة جدا يعني. فلو سبته شوية وانت ممكن ما تلحقش تخلص حاجة يعني. وما تنساش بالمره ابقى نضف الكحول كل شويه صفيه عشان لو في اي شوائب، ده عشان خاطر تاخد عمر افتراضي اطول ليه. نيجي للحاجه اللي بعدها وهي البليته دي تركب كده. دي طبعا بنستخدمها لما بنيجي نعمل كيور زي الميكروويف في البيت يعني. فبناخد الموديل بنحط عليها بعد ما نكون عملنا عملية الوش، وطبعا بننشفه عشان ما نحطش الموديل هنا وهو لسه فيه آثار أو بواقي من الكحول. ده هيسبب لنا مشكلة إيه؟ هتلاقي جالك حتت نقط فيها جير أو لونها أبيض كده. الكحول لما بتعمل له كيور وهو على الموديل فبيدي اللون الابيض. فالبليد دي بتلف عشان تعرض الموديل كله او تتاكد ان الموديل كله بيتعرض لليو في بتاعنا. واخيرا الحته دي اليو في طالع كده، في يو في هيجي من فوق ما اعتقدش، فعشان كده في اكستنشن زياده زي دي ممكن تعمل كده تجيب لك الجزء اللي من فوق ده، ودي ما زالت بتلف برضه كده. وفي حاجة الناس بتلخبط ما بينها، بيفكر ان المكنة عشان اسمها ووش اند كيور فهي بتكون حاجتين، ان هو ووش وكيور. ده ممكن في موديلات تانية زي الجو كانوا عاملينهم 2 ستيشن، واحدة ووش واحدة كيور، لكن في كيوبيك كانوا بيعملوا الاتنين في حاجة واحدة. فبتستخدمها تحط البليت تستعملها ككيورنج ستيشن، تشيل البليت وتحط التانك فتستعملها كواشنج ستيشن. تشاركنا رأيك، تقول لنا هل تحب ان هم يكونوا منفصلين عن بعض كل واحدة لوحديها، ولا ان يكون الاتنين في جهاز واحد. تعالوا نشوف مع بعض تشتغل ازاي. طبعا بتبدل ما بين الوش والكيور من خلال شاشة تاتش، مش زي زمان بزرار يعني. ومن خلال البكرة بتتحكم، بتختار الوقت بتاعك. الوقت ده تختاره بناء على ايه؟ بناء على نوع الريزن اللي انت بتستخدمه. فالحاجات الكاستبل مثلا معظمها بياخد وقت طويل جدا، لكن الستاندرد ريزن والريزن العادي فمش بيحتاج وقت طويل. ودي الوش برضو متحدد الوقت بتاعك على حسب انت شايفه ايه، بس في الغالب بيبقى حوالي 5 دقايق اللي بينضف فيه الريزن بتاعك. واخر حاجه طبعا موجوده، ما تنساش ان انت لازم تغطي الكفر عشان خاطر فيه سنسور هنا عشان اليو في لايت ما يطلعش فيضرنا في اي حاجه تاني. وده باختصار الوش اند كيور، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. نيجي للمفاجاه اللي وعدناكم بيها في اول الفيديو، وهي ان احنا عملنا لكم كومبو مخصوص مجمعين فيه المونوفور والوش اند كيور مع بعض، يعني فول سوليوشن. نيجي لأهم حاجة، السعر بقى أكيد هيبقى أقل كتير من اللي انتوا تتوقعوه، وده جزء من خطتنا إن البداية تكون أسهل لأي حد حابب يبدأ في مجال 3D printing. وعشان عارف إن خلاص الفضول على آخره، هتلاقوا كل التفاصيل في اللينك اللي في الديسكريبشن.